يبدو انه استمرارا لكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ وشكواه من ارتباك الجدول وتعديلاته وتمنياته ان يستقر الوضع دفع الناس انها تختار يا باشمهندس العدل الضائع وازمه الاسبوع السابع في الدوري. وخليني اقول لك ان لجنه المسابقات في اجتماعها الاخير عدلت جدول الدوري بالكامل. يعني الجدول اللي كنا بنتشدق باستقراره باعلان اللجنه له مبكرا، فجأة اللجنة أعادت صياغته بالكامل بحيث أنه لما يستأنف الدوري يكون بمباريات الأسبوع السابع، وده خروجا من مطب أزمة الأسبوع السابع ومباراة الأهلي والإسماعيلي اللي تحدد ليها 13 ديسمبر. فعايز أقول لك يا باشمهندس سريعا ماتشات الأسبوع السابع اللي هيبدأ بيها جدول الدوري، يعني أعيدت الصياغة بحيث يكون أول أسبوع في الاستئناف مباريات الأسبوع السابع. الاثنين 12/12 هيلعب طلائع الجيش مع الجونه ووادي دجله مع الداخليه والانتاج الحربي مع بتروجيت. الثلاث الانتاج الحربي مع بتروجيت، ثم سموحه وحرس الحدود وغزل المحله مع الاتحاد، والاهلي مع الاسماعيلي في استاد القاهره 7:15 مساء الثلاثاء 13/12 وبدون جمهور. ده تنفيذا للعقوبه اللي ضد النادي الاهلي. في اليوم التالي الاربعاء 14/12 هيلعب مصر المقاصة مع انبي واتحاد الشرطة مع تليفونات بني سويف، والمقاولون مع الزمالك في الجبل الأخضر 7:15 الأربعاء 14/12. الأهلي والزمالك وفقا للجدول الجديد هتكون مباراة القمة بينهما يوم الجمعة 3 فبراير 2012 والدور الأول ينتهي 7/2/2012. ده الجدول اللي أعيدت صياغته بالكامل نزولا على رغبة، يمكن حصل احتجاجات كتيرة. نادي الإسماعيلي تمسك أن يكون هو الطرف المستفيد من عقوبة النادي الأهلي أيا كان تاريخ هذه المباراة. وأنا بس عايز أقول حاجة هنا. بصرف النظر بقى أن طرفي المباراة هم الأهلي والإسماعيلي ودي اللي عملت المشكلة. لكن العقوبة التي توقع على أي نادي أنه يلعب بدون جمهور هي عقوبة تخصه، ما تخصش الطرف الذي سوف يستفيد من هذه العقوبة. يعني ما حدش يترتب له حق يتمسك به نتيجة ان في نادي عوقب. صحيح. هي مش قرار ان لعيب اتطرد فانت بتقول هيتوقف المباراة اللي جاية، هيتوقف المباراة بتاعتي. لا ده هو مباراة بدون جمهور قد يقع النادي الاسماعيلي نفسه في هذا الموقف. صحيح. فيبتدي يقول يعني. لكن انا مبسوط ان الحل ده جه، رغم ان هو حل يعني عمل اشكالية وغير الجدول لكن هو لجنة مسابقات حلته بشكل يمكن يتسم بالدبلوماسية أو الخروج من مأزق. لأن هو طبعا لو كان الجدول مشي وتم تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي كان محتما أن تلعب المباراة التالية هي اللي تلعب بدون جمهور، اللي كانت هتبقى الأهلي مع وادي دجلة. الإسماعيلي اعتقد أو تصور أو اعتبر أن له حق أنه يلاقي الأهلي بدون جمهور، وهي فرصة اغتنمها النادي الإسماعيلي من عقوبة لا تخصه إنما تخص النادي الأهلي. ولذلك في حفاوة النهاردة بالإجراء اللي هو تم اتخاذه دبلوماسي. وتجد حاجة أنا مبسوط منها، إن جمهور أو منتديات أو الإعلام الإسماعيلاوي اعتقد أنها معركة قد فاز فيها النادي الإسماعيلي لقوة وصلابة مجلس إدارته، وهذا إحساس أنا عايزه يكون موجود عند كل الأندية. لأن إحنا بمعنى إحنا عشنا طويلا يقول لك النادي الأهلي بيفرض، النادي الأهلي بيحرك، النادي الأهلي لا يستطيع أحد أن يقف أمام النادي الأهلي. طب قضية لم يتحدث فيها النادي الأهلي وسابها لكل واحد يستشعر قوته. فإذا كان الأندية دلوقتي تأكدت من قوتها هذا كلام يعيد الاتزان إلى الوسط الكروي ويعيد الاتزان إلى الجماهير. يا جماعة الترويج ان اذا الاهلي طلب حقه في يوم من الايام مش نتيجة انه بيفرض عضلاته، لا نتيجة ان ده حقه. زي ما انتوا اعتبرتوا ان هذا حقكم وبتحتفوا الان بقوة النادي الاسماعيلي وهو نادي قوي يفوز في كثير من الامور وكثير من القضايا نتيجة قوته ما دامت مشروع. انما اللي عايز اخلص منه في هذه القضية بالذات انا سعيد جدا ان تتحقق الامور ان كل واحد بالترتيب كده نبقى ماشيين، لأن هنراقب ماذا سيحدث مستقبلا. إذا كان اتحاد الكرة استطاع أن يحل هذه المعضلة بأنه يبدأ بالأسبوع بتاع الإسماعيلي فنرجو أن تكون هذه هي القاعدة مش الاستثناء. بمعنى أن أنت لو هتأجل مباريات
ما تجيش بقى في ظروف ما تانية تحطهاليش الأندية تانية تسكنها تقول لي في دي حتة. تتأجل في الآخر وتبص تلاقي لعيب موقوف بيتوقف صحيح. قدام نادي صحيح. آخر غير يعني صاحب الحق. التمسك بإقرار المبدأ على الجميع. أنت حطيت مبدأ بقى. اه يعني اتحاد الكرة من جهة حل، بس زنق نفسه. زنق نفسه إنه لازم المؤجل يمشي أولاً. بالمسطرة دي بقى. واحنا معاه. واحنا معاه. طيب هل تعتقد انه تأجيل او اعادة صياغة جدول الدوري بحيث انه يبدأ بالاسبوع السابع ده اذا كان شكليا يحمل انتصارا اداريا للاسماعيلي، لكن الا يحمل اي اهدار لاي حق للاهلي؟ لا خالص، ما فيهوش اي حاجة. انا مالي. انا هلعب بدون جمهور، بس هو الاهلي هيخسر فلوس طبعا، لان اما يلاعب مباراة الاسماعيلي من المباريات التي كانت يعول عليها في تحقيق ايرادات كبيره. فطبعا في خساره فادحه من الناحيه الماديه، لكن ربما يعوضها. وانت ما انتش عارف لو كانت اقيمت بجماهير كان هيبقى في مشاكل ايه في الملعب. يمكن يعني انا اللي عايز اقوله لك الحسبه ما تكونش كده. مش الحسبه ما تكونش كيف استفيد من موقف مش من حقي. صحيح. اذا كانت العقوبه هي كده خلينا ماشيين بالعدل. اذا كان هذا هو العدل بس يستمر. اذا كان الناس متوسمه في هذا القرار انه عادل، يبقى فلتكن كل القرارات عادله. طيب هو هيبقى غير عادل امتى؟ لو ما مشيتش المسطره دي. هذه او مثل هذه العقوبات كان يعني النهارده يقابلها امتى؟ نقطه ثانيه، الزمالك ما كان له ماتش برضه بدون جمهور، اعتقد كان مع المصري. ولا مع المصري مش هيطبق عليه نفس القاعده؟ المفروض. ولا هيعتبر ماتش المقاولين بقى هنا؟ لا، الزمالك والمصري يوم الاحد 18/12 في الاسبوع الثامن في استاد القاهره 7:15. طيب ده المفروض تنفذ فيه. ده عشان ده ماتش المقاولين. اللي بعديه الزمالك. خلاص يبقى كده احنا ماشيين صح كده. ماشيين خلي هو اتحاد الكره راى ان كل الامور هتمشي كده وده اللي هيظبط الليله، خلينا ماشيين كده بحيث انه ما يحصلش اي ازدواجيه. ما حدش يقول لك اشمعنى. كلمه اشمعنى دي بتبدا بتكريس احساسك بالظلم. بس مش عايزين هذا الاحساس يكون عند حد. هل تعتقد حضرتك انه الاجتماع اللي كان حصل عقد في مديريه امن القاهره وفي حضور وزير الداخليه ووزير الاعلام ورئيس اتحاد الكره ورؤساء الانديه الجماهيريه، وقيل من ضمن التسريبات اللي خرجت من الاجتماع انه تم الاستقرار على عدم اقامه مباريات بدون جماهير واستبعاد هذه العقوبه؟ دي نقطه ثانيه بقى. انت جيت لمست نقطه مهمه جدا. حتى الاجتماع بتاع الانديه، مندوبي الانديه طلبت، كان المصري موجود والزمالك موجود والاهلي موجود، وما جاش حد من الاسماعيلي والاتحاد والمحله، لكن كان الثلاث انديه من السته الشعبيه كانوا موجودين، وكان الطلب ان انتوا كده بتاذونا ماديا جدا جدا. سيبك من الناحيه الفنيه ان احنا نلعب بدون جمهور او يتنقل لنا ماتشات بره، شوفوا حل تاني. وكان هناك توصيات. ايه اللي حصل في التوصيات؟ انا لحد دلوقتي ما عنديش حاجه حاسمه في هذا الامر. هل هيكون في تداعيات للقرار باللعب بالجمهور؟ هل هيكون في الغاء لهذه العقوبه في المطلق؟ لان الاسماعيلي برضه اضير ولعب بدون جمهور، والاهلي اضير ولعب بدون جمهور، والزمالك اضير ولعب بدون جمهور. يعني اذا تحقق، والمصري لعب بدون جمهور. اذا كل الانديه الشعبيه تقريبا والمحله لعبت بدون جمهور. والاتحاد. اذا كل الانديه تم توقيع العقوبه عليها، فهذا هو التكافؤ. لما نيجي نلغي العقوبات كلها نتيجه الامن هو الشيء الوحيد اللي تضرب تعظيم سلام اذا تحدث او اذا اتخذ قرارا، ودي حصلت قبل كده. انا كنت في مجلس الاداره بتاع الكابتن عصام عبد المنعم، وانا كنت معاه في المجلس 2004، وخدنا قرار وتمسكنا بيه ان الماتش المصري يبقى بدون جمهور، وسافر الاهلي عشان يلعب وتواجه الملعب ومنع، الامن منعه. وصممنا على موقفنا، وكانت مشكله تصعدت حتى الى مستوى لجنه شباب مجلس الشعب، الى ان جاء الامن وقال مش هلعب بدون جمهور. خلاص في حاجه سياديه صحيح فوق كل القرارات والانديه والجماهير، وهو المقتضى الامني. ونأمل إن شاء الله ألا يحول أي مقتضى أو أي تطور دون وجود الجماهير في الملاعب. الجماهير في الملاعب هي روح مباريات كرة القدم لا شك. نتمنى أن كل الأطراف المسؤولة عن هذا التغييب تطلع بأدوارها في الفترة اللي جاية إن شاء الله.